اي حد فينا محتاج ان هو ياكل ويشرب ويلبس ويسكن، وعشان الحاجات دي تكون موجودة فانت لازم تشتغل. عشان كده الانسان زمان في الماضي كان بيمارس انشطة اقتصادية بدائية. يعني بيمارس انشطة اقتصادية بدائية يعني كان بيشتغل شوية شغلانات عشان يقدر يوفر الاحتياجات دي. ففي اللي كان بيشتغل في الصيد، في اللي كان بيشتغل في الرعي، وفي اللي كان بيشتغل في تربية الحيوانات. معاكم مستر مصطفى حسني، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. ان شاء الله النهاردة هنشرح اول درس عندنا في منهج الجغرافيا، اللي هو بعنوان النشاط الزراعي وموارده في العالم. الإنسان اكتشف الزراعة من حوالي 5000 سنة، وبعد ما عرف الزراعة حياته بدأت تستقر شوية في شوية. لأن قبل ما يكتشف الزراعة حياته ما كانتش مستقرة خالص، وكان بيتنطط من مكان للتاني، فما كانش فيه استقرار في حياته خالص. فأول ما عرف الزراعة حياته استقرت، واستقر على ضفاف الأنهار. فهنا يجي سؤال مهم جدا: ما النتائج المترتبة على معرفة الإنسان الزراعة منذ نحو 5000 سنة؟ اترتب على الكلام ده ان هو عرف الاستقرار في الأراضي الخصبة على ضفاف الأنهار. طب أنا محتاج أعرف إن النشاط الزراعي ده من أهم الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم. ليه؟ يعني ليه الزراعة مهمة في العالم عموما؟ يعني الزراعة مهمة لأنها بتوفر لنا أكتر من حاجة. بتوفر لنا مصدر رئيسي لغذاء الإنسان، لأن إحنا معظم أكلنا يا إما فواكه يا إما خضروات، والحاجات دي طبعا بتتزرع. فدي بتوفر لنا مصدر رئيسي للغذاء. طبعا إحنا بناكل الحاجات اللي بتتزرع سواء فاكهة وخضروات، طبعا جنبا إلى جنب الأسماك ولحوم الحيوانات. رقم اتنين: الزراعة مهمة جدا لأنها بتوفر المادة الخام اللازمة للصناعة. يعني مش شرط الحاجات اللي احنا بنزرعها بناكلها، لا، في حاجات احنا بنزرعها ونصنعها بنستفيد بيها احنا كمنتجات. زي مثلا القطن ده بيتزرع، بنعمل منه ايه؟ بنعمل منه منسوجات، ملابس، هدوم يعني. عندنا كمان المطاط دي طبعا مادة بتنزل او بتستخرج من الأشجار الاستوائية، والشجر ده طبعا نبات طبيعي. فالمطاط ده احنا بناخده وبيعالج كيميائيا، وبنعمل منه او بنصنع منه اطارات السيارات اللي هي كاوتشات العربية. فعشان كده الزراعة مهمة جدا. ده كمان الزراعة بترتبط بتربية الحيوانات. معظم الحيوانات الانسان بيعتمد عليها في عمليات نقل المحاصيل الزراعية وغيرها من العمليات. فعشان كده الزراعة مهمة جدا في العالم. لو جينا بصينا هنا عندنا في الدرس هنلاقي ان النشاط الزراعي بيتقسم لقسمين مهمين جدا. اول قسم عندي اللي هي الزراعة البسيطة اللي بيسموها البدائية، وفي قسم تاني اللي هي الزراعة المتقدمة اللي هي بتنقسم لحاجتين تانيين: الزراعة الكثيفة والزراعة التجارية العلمية. تعال نمسك واحدة واحدة ونشوف بيتكلموا عن ايه. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هي الزراعة البسيطة البدائية. الزراعة البسيطة البدائية لو جيت بصيت عليها في الخريطة هتلاقي هي اصلا موجودة في حاجتين او في مكانين. موجودة في مناطق صغيرة معزولة. فين بالظبط؟ لو جيت بصيت عندي هتلاقيها باللون الأصفر على الخريطة. تلاقيها موجودة عندي في أماكن الحارة على هوامش الغابات الاستوائية، وفي مناطق حشائش السافانا. يعني مناطق الغابات الاستوائية دي أماكن موجود فيها زراعة بسيطة بدائية، والأماكن الحارة اللي هي حشائش الحارة برضو موجود فيها مناطق زراعة بسيطة بدائية. طب انا محتاج اعرف هي الزراعة البسيطة البدائية سميناها كده ليه؟ سميناها كده عشان احنا بنستخدم فيها ادوات بسيطة بدائية. يعني بنستخدم فيها ادوات بسيطة بدائية يعني مش بنعتمد على الاساليب التكنولوجية الحديثة، زي مثلا الفأس. الفاس اللي هو بيستخدموه الفلاح في تقليب التربة الزراعية، فدي طبعا اداة بسيطة جدا الانسان بيستخدمها او الفلاح بيستخدمها عشان تقليب التربة الزراعية. كمان الزراعة البسيطة البدائية سميناها بسيطة أو بدائية لأن مساحتها بتكون صغيرة جدا وكمان بعيدة عن بعضها. الزراعة البسيطة البدائية بتوفر الاحتياجات الغذائية للسكان دون وجود فائض للتصدير. يعني إيه؟ هي موجودة في أماكن صغيرة وبيستخدم فيها ادوات بسيطة، فمش شرط ان انا ازرع فيها عشان ابيع للي بره او ابيع لدول بره او ابيع لناس تانية. لا، انا يا دوبك بكفي احتياجاتي انا وعيلتي واسرتي واقاربي ومعارفي. فانا مش شرط ان انا ازرع كتير او انتج كتير عشان ابيع. لا، انا غرضي من الزراعة دي ان انا ايه؟ ان انا اكفي نفسي واكفي احتياجاتي. فدي معنى كلمة ان هي بتوفر الاحتياجات الاساسية للسكان دون وجود فائض للتصدير. يعني مش غرضي ان انا اصدر بره او ابيع لبره، لا، اكفي نفسي واكفي ايه؟ احتياجاتي. طب احنا عمالين نقول زراعة بسيطة زراعة بسيطة، طب ايه هي المحاصيل اللي بتتزرع في مناطق الزراعة البسيطة البدائية؟ عندنا ثلاث محاصيل: عندنا اليام والذرة
والموز والكسافة. طبعا احنا عارفين الذرة وعارفين الموز. اليام ده محصول شبه كده البطاطا، وده بيطحن وممكن نعمل منه دقيق، والدقيق طبعا يصنع منه الخبز. والكسافة برضو نبات بينمو في الأماكن الحارة، تمام، وبرضه بيطحن ويتعمل منه ايه، يتعمل منه الخبز. هننتقل بعد كده للنوع التاني من الزراعة اللي هي الزراعة المتقدمة. الزراعة المتقدمة بتتفرع لنوعين: زراعة كثيفة وزراعة تجارية علمية. الزراعة الكثيفة دي احنا من اسمها كثيفة، يعني احنا بنزرع كتير، بنزرع عمال على بطال. يعني ممكن نزرع في السنة الواحدة ممكن نزرع بطاطس، ممكن نزرع رز، ممكن نزرع قمح. ففي اكتر من محصول بنزرعه في السنة الواحدة، فعشان كده سميناها زراعة كثيفة. فزراعة كثيفة يقصد بها زراعة الارض اكتر من مرة باكتر من محصول. يعني عادي مش شرط محصول واحد، ممكن اكتر من ايه، من محصول، عشان اشبع حاجة السكان المحليين من الغذاء اللي هو الاستهلاك المحلي. فهنا نركز مع بعض. الزراعة الكثيفة فيها شبه بينها وبين الزراعة البسيطة البدائية، ان الاتنين بيكفوا حاجة السكان المحليين. يعني الغرض منهم ان انا مش بزرع كتير عشان ابيع لبره او اصدر لبره، لا، هو الغرض منهم ان انا ايه، استخدم استهلاك محلي فقط، اللي هو سكان القرية او سكان المنطقة اللي انا عايش فيها. مش غرض ان انا ازرع وانتج كتير عشان ابيع ايه لبره. عشان ممكن يجي سؤال مهم جدا يقولك: ما اوجه الشبه بين الزراعة البسيطة والكثيفة؟ وجه الشبه ما بينهم ان هم بيستخدموا الاستهلاك المحلي فقط. بس الفرق ان الزراعة الكثيفة موجودة في اماكن كثيفة السكان، يعني منطقة فيها سكان عددهم كتير جدا جدا. طيب احنا قلنا قبل كده ان الزراعة البسيطة البدائية طبعا في مناطق وهوامش الغابات الاستوائية، وفي مناطق حشائش السافانا. فين الزراعة الكثيفة؟ اماكنها فين؟ موجودة في المناطق الحارة والمناطق المعتدلة، الاتنين مع بعض. طيب الزراعة الكثيفة بتتم من خلال عمليات عديدة. يعني ايه الكلام ده؟ هنا يجيلك سؤال مهم جدا. الزراعة الكثيفة تتطلب أيدي عاملة وفيرة. يعني اللي بيزرع في أماكن الزراعة الكثيفة محتاجين عمال كتير، فلاحين كتير. اشمعنى؟ لأن الفلاحين دول بيقوموا بأكتر من حاجة. مش ما ينفعش إن أنا أستخدم واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا، أستخدم عدد عمال كتير. ليه؟ لأن العمال دول بيعملوا أكتر من حاجة، بيعملوا أكتر من حاجة. زي إيه مثلا؟ زي مثلا بذر الحبوب. بياخدوا البذرة يحطوها طبعا او الغلة يحطوها في الارض، بعد كده يروها، بعد ما يروها تمام ينقوا الحشائش والايه والمحاصيل الزراعية من الايه، من الآفات ومن الحشرات. فمحتاجين اكتر من حاجة، فبنعمل اكتر من حاجة، فعشان كده انا عايز عدد عمال كتير. فالسؤال هنا مهم جدا: بما تفسر ليه الزراعة الكثيفة بتتطلب أيدي عاملة وفيرة؟ لأنها طبعا تتم من خلالها عمليات كثيرة، مثل بذر الحبوب، مثل الري، ومثل تنقية الحشائش. الزراعة الكثيفة نفس فكرة البسيطة برضو، مساحتها صغيرة، فصعب جدا ان انا ادخل فيها آلات وماكينات حديثة. فحاجة طبيعية جدا، المساحة عندي الصغيرة، فازاي هجيب آلات ضخمة وآلات حديثة اقدر استخدمها في الارض الصغيرة دي؟ محتاج ارض كبيرة. فيجي لك سؤال مهم جدا: ما النتائج المترتبة على صغر مساحات الحقول الزراعية للزراعة الكثيفة؟ أدى ذلك إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية، طبعا لضيق وصغر مساحات الحقول الزراعية. طب ايه هي محاصيل الزراعة الكثيفة؟ عندنا ثلاث محاصيل: زي القمح وزي الأرز وزي القطن. النوع التاني من الزراعة المتقدمة هي الزراعة التجارية العلمية. الزراعة التجارية العلمية ليها اسم تاني اللي هي الزراعة الواسعة، ودي بقى بتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. لو ركزت معايا من شوية هتلاقي إن الزراعة البسيطة البدائية والزراعة الكثيفة الاتنين بيستخدموا استهلاك محلي فقط لإشباع سكان المحليين. يعني أنا ما بيكونش معايا حاجة فايضة عشان أبيعها أو عشان أصدرها. إنما بقى الزراعة التجارية العلمية بستخدمها للإنتاج أو تحقيق الإنتاج التجاري الضخم. يعني أنا الغرض من الزراعة دي مش أشبع حاجات السكان المحليين بس، لا، ده أنا بصدر وببيع لدول تانية كتير جدا بره الدولة بتاعتي. فهدفها الرئيسي والأساسي إن هي بتهدف لتحقيق الإنتاج التجاري الضخم. فيجي لك سؤال مهم جدا: الزراعة التجارية العلمية ليه بتتم في مزارع واسعة أو بتتخصص في محصول واحد بس؟ يعني أنا ممكن أزرع محصول واحد بس طول السنة عشان انتج منه كميات ضخمة. طب ليه انتج منه كميات ضخمة؟ عشان ابيع.
فعشان كده الغرض منها هو تحقيق الإنتاج التجاري الضخم. من أهم مميزات كمان وخصائص الزراعة التجارية العلمية الواسعة إن هي بيستخدم فيها أحدث الآلات والماكينات الزراعية، عكس الزراعة الكثيفة اللي احنا قلناها من شوية إن هي مساحتها صغيرة فما ينفعش إن أنا أدخل فيها آلات. إنما بقى الزراعة التجارية العلمية الواسعة مساحتها كبيرة جدا، فأقدر سهل جدا عليا ان انا ادخل فيها الات وماكينات حديثه. فالكلام ده بيؤدي الى قله التكاليف وقله العماله. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا عندي الات وماكينات حديثه بتشتغل اوتوماتيك لوحدها، فممكن ان أنا استغنى عن عدد كبير جدا من العمال، ما هي الالات بتشتغل لوحدها. تمام. فاوفر رواتبهم، اوفر مرتباتهم، فيؤدي ذلك الى قله التكاليف وقله العماله الزراعيه. الزراعه التجاريه العلميه الواسعه دي الاقيها فين؟ الاقيها عندي منطقه جنوب شرق اسيا في مزارع المطاط والشاي، الاقيها عندي في قاره امريكا الشماليه خصوصا في دوله الولايات المتحده الامريكيه حيث مناطق زراعه القمح والقطن، الاقيها عندي في قاره اوروبا حيث مناطق زراعه القمح. فاهم محاصيل الزراعه التجاريه العلميه الواسعه المطاط والقمح والقطن والشاي. بعد ما اتكلمنا عن انواع الزراعه الثلاثه، تعالوا بينا مع بعض نتكلم عن الموارد الزراعيه. يعني هنتكلم عن المحاصيل والموارد الزراعيه اللي بتزرع. عندي ثلاث اصناف. هنتكلم عن المحاصيل الغذائية، هنتكلم عن محاصيل الألياف، هنتكلم عن محاصيل ذات طبيعة خاصة. المحاصيل الغذائية حاجات احنا بناكلها زي مثلا القمح. القمح ده طبعا مفيش حد بيستغنى عنه في العالم. القمح ده طبعا محصول بيتزرع، بيطحن، بيتعمل منه دقيق، والدقيق طبعا يصنع منه الخبز. القمح كمان مش بيتعمل منه خبز اللي هو العيش بس، لا كمان بيتعمل منه مكرونة وحلويات. خد بالك بقى، أول دولة بتزرع وبتنتج قمح كتير جدا على مستوى العالم هي دولة الصين. وتاني دولة بتنتج وبتزرع قمح كتير بعد الصين هي دولة الهند. طب لو قلت لك أول قارة بتزرع قمح، ما انت عارف بقى الصين والهند موجودين في قارة آسيا، يبقى أول قارة هي قارة آسيا. مهم جدا تعرف الدول المنتجة سواء الدول الأولى أو الدول التانية في كل حاجة هناخدها إن شاء الله في الدروس اللي جاية. يبقى أول دولة بتزرع قمح على مستوى العالم هي دولة الصين. تاني دولة بتزرع قمح كتير بعد الصين هي دولة الهند. تاني محصول هنتكلم عنه من المحاصيل الغذائية وهو محصول الذرة. محصول الذرة ده طبعا بيستخدم كعلف للحيوانات. في طبعا دول بتستخدمه كعلف للحيوانات زي دولة الولايات المتحدة الأمريكية، واللي يفيد منها بتصدره للخارج. وفي ناس تانية بتاكله عادي جدا يعني زينا احنا مثلا كده. وفي دول تانية ما بتاكلوش، لا هي بس بتنتجه عشان ايه؟ بتنتجه عشان الحيوانات. فلما اجي اقول لك ما هي اهمية الذرة هتقولي تستخدم كعلف للحيوانات، كغذاء للحيوانات يعني. طب مين اول قارة بتنتج ذرة؟ هي قارة امريكا الشمالية. طب لو قلت لك اول دولة بتنتج ذرة هتقول لي هي دولة الولايات المتحدة الامريكية. الولايات المتحدة الامريكية بتنتج ذرة، والانتاج بتاع الذرة ده بتستخدمه طبعا يعني كعلف للحيوانات، والباقي منه بتصدره ايه؟ بتصدره للخارج. هنتكلم بعد كده عن الحبوب السكرية. الحبوب السكرية عند أول حاجة هو قصب السكر. طبعا قصب السكر هو المحصول الأول والرئيسي لإنتاج السكر. السكر اللي احنا عارفينه اللي احنا بنحطه في الشاي طبعا هو جاي منين؟ جاي من القصب اللي هو السكر. فقصب السكر ده محصول مهم جدا بننتج منه السكر. فطبعا لما يجيلك سؤال يقول لك ما هو أهمية قصب السكر، هتقولي إن هو يعد المحصول الأول والرئيسي لإنتاج السكر في العالم. طب قصب السكر عشان يتزرع محتاج إيه؟ محتاج ظروف زراعة معينة لازم تكون موجودة في منطقتك أو في بلدك عشان تعرف تزرعه. لازم يكون الجو حر جدا، درجة الحرارة مرتفعة، لازم يكون فيه مياه كتيرة لأن القصب بيتقال عليه ان هو بيعطش كتير فمحتاج ميه كتير، ميه وفيره. كمان بيتزرع في الاماكن الحاره زي ما احنا اتفقنا مع بعض. فتلاقي قصب السكر بيتزرع في كل القارات بس ما عدا قاره اوروبا، لان انت خدت في الترم الاولاني قبل كده ان قاره اوروبا تقع في المنطقه المعتدله البارده، فالجو هناك مش دايما حار، فعشان كده قصب السكر صعب جدا تلاقيه متوفر في قارة أوروبا. فهنا يجيلك سؤال مهم جدا: ليه قصب السكر بيتزرع تقريبا في كل القارات أو في المناطق المدارية الحارة يعني ما عدا قارة أوروبا؟ هتقولي لأن أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة الباردة أو المنطقة المعتدلة عموما يعني. طب مين أول دولة على مستوى العالم بتنتج قصب سكر كتير؟ هي دولة البرازيل. طب مين القارة؟ ما انت لازم تعرف بقى البرازيل موجودة فين، في قارة أمريكا الجنوبية. هندخل بعد كده على المحصول التاني للسكر اللي هو بنجر السكر. بنجر السكر بيتصنع منه برضو سكر بس مش بنفس جودة السكر اللي بتتعمل من قصب السكر. فعشان كده البنجر يعد المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم. طب البنجر ده مين الدول المهمة جدا اللي بتزرعه؟ عندك مثلا دولة فرنسا اللي موجودة في قارة أوروبا،
من اكتر الدول اللي بتزرع البنجر. وعندك كمان دولة الولايات المتحدة الامريكية اللي موجودة في قارة امريكا الشمالية. اشمعنى الدولتين دول بالذات، فرنسا وامريكا اللي هي الولايات المتحدة الامريكية؟ لان الدولتين دول ملائمين او جوهم ملائم لزراعة البنجر، لان البنجر بيحتاج جو معتدل، ما بيحتاجش جو حار زي قصب السكر. فعشان كده تلاقي البنجر عكس الايه، عكس القصب في ظروف الايه الزراعة، او ظروف الايه الملائمة لزراعته. وعندنا طبعا دولة مصر، احنا طبعا اكبر دولة في افريقيا لزراعة بنجر السكر. فلو جينا بصينا كده على الدول بالترتيب لانتاج السكر، رقم واحد البرازيل، اللي هي اصلا بتنتج قصب السكر. رقم اتنين الهند التانية بعد البرازيل في السكر. رقم تلاتة الصين في السكر. يبقى البرازيل، الهند، الصين. بعد كده هندخل على محاصيل الألياف. محاصيل الألياف اللي هي المحاصيل المنسوجات، يعني هنتكلم فيها عن القطن. القطن ده بقى أهم حاجة فيه إن كل حاجة فيه بتستخدم، مفيش حاجة منه بتترمي. بعد ما بنزرع القطن طبعا بناخده المصنع نعمل منه ملابس أو منسوجات. وطبعا انت المفروض تكون عارف ان جوه القطنة بيكون فيه بذرة، البذرة دي بتستخدم أو بتتعصر، بيستخرج منها الزيوت. وبعد ما نستخرج الزيوت من البذرة بتاعة القطن ما بتترميش، بتستخدم كعلف للحيوانات. فيعتبر القطن ده 3 في 1، كل حاجة فيه بتستخدم، مفيش حاجة فيه منه بتترمي خالص. فيجي لك سؤال مهم جدا بما تفسر أهمية القطن، هتقول لأنه من محاصيل المدارية. يعني معنى كلمة مدارية لأنه بيتزرع في أماكن حارة. فهو من أهم المحاصيل المدارية لإنتاج الخيوط، لإنتاج الملابس والمنسوجات، ويستخدم في أجود الملابس، ويعد مصدر رئيسي لاستخراج زيت بذرة القطن وصناعة الأعلاف. القطن ده أهم قارة بتنتجه أو أول قارة بتنتجه وبتزرعه كتير هي قارة آسيا. طب لو قلنا دولة، دولة الصين. الصين دي ايه، موجودة عندك في كل حتة. احنا قلنا طبعا الصين رقم واحد فين؟ رقم واحد في اللي هو القمح. وبعد كده ذكرناها تاني فين؟ التالتة في السكر. تمام. وبعد كده ادينا ذكرناها فين؟ ادينا ذكرناها في القطن. يبقى الصين رقم واحد في القطن، تليها برضو الهند. وعندي برضو قارة أمريكا الشمالية تاني قارة بعد آسيا في إنتاج القطن. وعندي أمريكا الجنوبية التالتة بعد أمريكا الشمالية في القطن. وعندي قارة أفريقيا هي الرابعة، وأهم دولها مصر والسودان. وعلى فكرة نوع القطن عندنا في مصر من أجود الأنواع اللي موجودة في العالم، لأن النوع عندنا بيسموه طويل التيلة، اللي هو يعني أبيض وناصع البياض، والمنسوجات أو النسيج بتاعه قوي جدا، فبيسموه طويل التيلة. ففي سؤال مهم جدا على الجزئية دي: ليه بيعد القطن في مصر والسودان من أجود الأنواع؟ لأنه من أنواع طويل التيلة. آخر محاصيل عندي هنتكلم عليها هي محاصيل ذات طبيعة خاصة، وهي عندي 3 أنواع بس، أنت مقرر عليك نوعين بس: المطاط الطبيعي والشاي والبن. المطاط الطبيعي ده انا قلته قبل كده ان هو بيستخرج من عصارة الاشجار الاستوائية، في انواع معينة من الاشجار الاستوائية اللي موجودة في الغابات الاستوائية. لو جبت مثلا كده سكينة او حاجة حادة وقعدت تكسر الشجرة، بينزل من الشجرة مادة لزجة بيضة، وبعد كده المادة دي بتعالج كيميائيا، وبعد كده بيتعمل منها كاوتشات العربيات او اطارات السيارات. اول دولة طبعا بتنتج المطاط هي دولة تايلاند، ودولة تايلاند موجودة في قارة آسيا. تاني قارة في المطاط هي قارة افريقيا. يبقى احنا لو ذكرنا القارات، اول قارة في المطاط هي قارة آسيا، دولتها طبعا تايلاند. وتاني قارة هي قارة افريقيا. بعد كده هنتكلم عن الشاي. طبعا الشاي اخضر، ورق اخضر جاي من الاشجار، وطبعا الموطن الاصلي في شرق اسيا، لان اول لما تم اكتشاف الشاي تم اكتشافه في منطقة شرق اسيا، تحديدا دولة الصين. فعشان كده الصين هي اول دولة على مستوى العالم بتنتج وبتزرع شاي كتير جدا، والكلام ده حسب احصائية 2012. الشاي عشان يتزرع برضو محتاج ليه ظروف معينة، محتاج عندي تربة خصبة خفيفة، تربة تكون خصبة مش رملية يعني، مناخ حار، درجة حرارة مرتفعة، والهواء كتير أو هواء رطب، وأمطار غزيرة. وبكده نكون خلصنا أول درس عندنا في الجغرافيا اللي هو النشاط الزراعي وموارده في العالم. لو عجبك الفيديو اعمل شير مع أصحابك عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من طلبة تالتة إعدادي عشان الكل يستفاد. واستنون إن شاء الله في الدروس والفيديوهات اللي جاية، هنشرح إن شاء الله المنهج معانا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.